هذه قصة ليون المحارب، البطل اللي ما كينعسش. واش مستعدين تسمعوا قصة ديال واحد الشخص ما كيعرفش الخوف، واحد ما كينعسش حتى يجيب حقه؟ هذه قصة ليون. القرع ما يخفاش عليكم، كان جندي سابق في القوات الخاصة، راجل عنده الهيبة وكاريزما كتحس بها غير من طريقة مشيته. قصة كيبداها ليون كينوض من النعاس في سيارته، هذه هي دارو الوحيدة، ما عندوش دار، ما عندوش راحة، غير السيارة ديالو والسما فوق راسو. كينزل كيحل باب الموقع اللي خدام فيه، حيت هو رئيس عمال في شركة مقاولات، ولكن ماشي اي رئيس عمال، راجل محبوب بزاف، العمال كيعشقوه. واحد منهم جاب ليه فطور، صوباتو مراتو خصيصا ليه. ليون كيشكرهم بحال الاب ديالهم وكيحمسهم باش يخدموا مزيان. الرجال الخدمه ما كتسناش، نوضوا نكملوا نتهناو، ورا المكافاه جايه ان شاء الله. الضحك، النشاط، الجو زوين، ولكن ما كيدومش بزاف، حيت كتشوف العين ديال ليون طوموبيل كتحبس في الموقع وكيهبطوا منها شي وجوه ما كيطمنوش، عصابه كيمشيو كيهجموا على العامل المسكين اللي جاب الفطور. وليون كيحاول يهضر معاهم بالهدوء، ولكن واحد منهم كيهضر عليه بطريقه خايبه، وهنا ليون كيتقلب، كيرمي عليهم شي مسامر وكيبدا القتال ديال بصح بحال افلام جايسون ستام، كل حركه محسوبه، كل ضربه في بلاصتها، حتى كيخلي يطيح اكثر من النايض. من بعد كيرجع يخدم بحال الا ما وقع والو. ولكن في ليل داك النهار كارثه، جيني كتخرج مع صحابها للحانه، وسط الضحك والموسيقى كيتبدل الجو، حيت كيتصل نادي الحانه بعصابه كيبيعوا البشر وكيقول لهم بلي البضاعه موجوده. منين جيني كتمشي للحمام كيهجم عليها واحد منهم وكيكمل ليها فمها وكيختطفها. في النهار الموالي كارلو وجو كيجريو عند ليون ووجوههم صفرة. جيني اختفت يا ليون وبغيناك تعاوننا. ليون كيبقى ساكت حيت عارف المعنى ديال العصابه، وكيجاوبهم بهدوء، ما بقى عندي علاقه بالدم ولا بالعنف، عندي بنت نخاف عليها. ولكن القلب ما كيتغلبش على الدم، وليون فاعل الخير بدا كيغلي من الداخل، كيشد الطريق وكيمشي عند صاحبو جوني، واحد الجندي الكفيف اللي لقى ضحيته من قبل، كيعرفوا بالقصه. وجوني كيقول ليه الكلمه اللي حركت النار في صدره: الا ما نضش بحالك شكون غادي ينوض؟ الانتقام بدا. ليون كيمشي للحانه اللي اختفت منها جيني في النادي، اللي هو نفس الشخص اللي اتصل بالعصابه، كيتبعوه حتى لدارو وكيدخل عليه كيسولو فين البنت. والنادي اللي كيتخبى في الكذوب، ولكن ليون عنده طريقه ديال التحقيق ديال الجيش، كيدخلوا للبانيو كيستخرج منه الحقيقه، كيعرف باللي جيني بين يدين مافيا روسيه. ومن هنا كيبدا الفيلم الحقيقي. ليون كيمشي وكيقلب على زعيمهم وولو، واحد المجرم عنده الفلوس والدم بارد بحال الثلج. كيدخل ليون لدارو في الليل، كيهجم عليه، كيديروا في كرسي وكيعوموا في المسبح باش يعترف. ولكن وولو ما كيبغيش يهضر، كيسبو، فكيخليه ليون يغرق بحال الورقه في الماء. قبل ما يمشي كيسجل ليون الصوت ديالو في التليفون، وكيعرف باللي الاسم الكبير اللي ورا العصابه هو ديمي. ديمي هو الزعيم الحقيقي، والمافيا كامله كتخدم تحت اوامره. من بعد موت وولو، خو سايمون كيتقلب، كيجمع العصابه كلها وكيقسم القسم: اللي قتل خوتي غادي ندفنو حي. وفي نفس الوقت جيني باقي محتجزه، والعصابه غتبيع حال واحد المجرم سميتو غارت. ليون كيدخل وسط العش ديال الافاعي باش يوصل ليهم. ليون كيتنكر في واحد التاجر ديال الممنوعات وكيقرب من رجال ديمي، كيعطيهم الفلوس وكيقنعهم باللي باغي يخدم معاهم. ديمي كيعجبو وكيعطيه موعد رسمي في مطعم فخم باش يتفاهموا. نهار اللقاء ليون داخل في شكل رجل اعمال، كيشوف رجال مسلحين في كل زاويه، ولكن ما كيبينش الخوف. كيجلس قدام ديمي كيوريه بطاقه هويه مزوره من ايام الجيش، وداك الشيء كيخدعهم. ديمي كيعجبو الحال وكيعطيه الصفقه، ولكن ليون غير خدعهم باش يعرف المكان ديال البنت. ومن بعد ما كيمشي كيرمي الممنوعات كلها في النهر. دابا الهدف واضح: انقاذ جيني. كيبقى كيراقب الحانه ديال ديمي حتى كيشوف ويبر اللي خطف جيني من الاول. ولكن قبل ما يتحرك كيتفاجئ بلي ارتي، المراه اللي كتخدم في العصابه، اكتشفته في الكاميرات وكتبلغ ولاد سايمون داني وفنانكو. كيوصلوا بالزربه وكيبداو المطاردات وسط المدينه، الرصاص، الماطر، المتفجرات. ولكن المشهد الكبير كيوقع منين الطوموبيل ديالهم كتقلب وكتنفجر، وليون كيبقى حي. اما داني وفنانكو الله يرحمهم، سايمون كيسمع بالخبر وكينفجر من الغضب. كيجمع المافيا كلها وكيقرر يصيفط جوج من القتلة المحترفين، انستور وسيفي. الهدف ديالهم ليون. الضربه جات في العائله، انستور وسيفي كيوصلوا للدار الجد ديال ماري بنت ليون وكيحرقوها باش يدمروا ليون. ولكن القدر ما خلاهمش يفرحوا، حيت ليون وصل في الوقت ونقذ جدها من الموت. الجد كيبكي وكيعتذر ليه وكيقول ليه: كنت غلط في حقك يا ليون، كنت كنشوفك خطر، ولكن انت هو الامان ديال بنتي. ليون كياخذ بنته ماري وكيخليها عند صاحبو جوني، وكيدخل اخر مهمه اللي في حياته. كيقول جوني: تهلا في بنتي، وإلا ما رجعتش قول ليها بلي باها مات راجل. النهائي الكبير، وفي الوقت اللي العصابه كتوجد باش تقتل جيني، ليون كيدخل عليهم بحال العاصفه. الرصاص من هنا، تفجيرات من لهيه، الدم من الغوات. وسط داك الجحيم كيتلاقى ليون مع ارتي، كتحاول تضربو، ولكن ليون كيدير لها حركه خطيره وكيهبطها على الارض، كيشدها من كتفها وكيقول لها فين البنت. كتقول له باللي فات الوقت، ولكن ليون كيبقى عليها حتى كتعترف. كيجري للمكان كيلقى جيني مربوطه وسط الغابه. البوليس المزورين كيسلموها للعصابه باش يقتلوها. كيهبط ليون بالسماعه ديالو وكيهجم عليهم بوحدو، كيقلب المكان روينه في الكوزينه، ما كاين غير التفرشيخ. جيني كتسد عينيها، كتظن باللي النهايه جات، ولكن كتسمع واحد الصوت: ما تخافيش انا هنا. كتفتح عينيها كتشوف القرع وسط الدخان طالع من النار بحال الشبح. كيبقى كيضرب وكيقاتل حتى كينقذها من يديهم كاملين،
ومن بعد ديك الروينه كيديرها في يديه وكيقول ليها وهو كيتنفس بصعوبه: قلت لك ما نخليكش بوحدك وهنا وفيت بوحدي. الشرطه كتوصل في الاخير وكتلقى الجثث في كل بلاصه، ولكن ليون وجيني هاربين شدينا عفطه وحده في ذاك الليل. وحتى لهنا كتسالي القصه ديالنا. دوزو بخير والسلام عليكم.